طب وانت مجدي ايه رايك؟ داخل مع احزاب ولا مش داخل؟ عفوا داخل مع ائتلاف ولا مش؟ شوف احنا شفنا المشهد كله بالكامل من اول سياده اللواء احمد جمال الدين ما بدا بمصر بلدي والى اخره. صحيح. وشفنا حجم الانشقاقات لسبب بسيط يمكن سياده اللواء نوه ليه، وهي انه بييجوا عند القايمه وده عايز 10 لا انا اخد 15 لا كذا وبيختلف، ولذلك احنا لن ننضم لاي تحالف. احنا ازمتنا الكبرى اللي احنا بنعيشها كل يوم ان كل يوم في تحالف بيقول ان احنا فيه كحزب حراس الثوره. اتصور ان احنا لاننا نتميز شويه بالنقاء ولا غبار علينا ومفيش كلمه قيلت عن حزب حراس الثوره لا في تمويل ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، ففي مجموعات كتير بتبقى عايزه ورده تتحط في بس لمجرد ان حزب ثوري وما فيش عليه غبار، فكل يوم بنكذب. لكن شفنا كل التحالفات واحنا شايفين المشهد كويس ومتاكدين ان لن يصمد اي تحالف. حتى تحالف الجنزوري انا مندهش له. يعني لما الناس تقول ده تحالف الرئيس، ايوه تحالف الرئيس، ما هو انت خلاص ده مستشار الرئيس وعامل تحالف، هتقول لي لا مش معايا. بالتبعيه خلاص بقى الثابت لدى الناس ان ده تحالف الرئيس، وده بيخلي العمليه مش فير. ليه كده؟ الناس طالعه عشان السيسي مش علشان تدي العضو. الناس كده طالعه متصوره انها بتدي صوتها للسيسي مش العضو، وده بيخلي الامور مش متوازنه. والمال السياسي طبعا كل الكتل اللي احنا بنتكلم عليها دي بنتكلم في مال سياسي. يعني كتله الجنزوري بنتكلم في مال سياسي طبعا. انت بتتكلم في مليارات معايا طبعا. لا هو رجال اعمل حاجات كتير جدا. 29 فالنهارده عندك الكتلتين او الثلاث كتل اللي تملك المال السياسي. اولا مفيش حريه مع الفقر، مفيش حاجه اسمها حريه مع الفقر. صحيح. الفقير ما تكلموش عن الحريه والديمقراطيه. النهارده كتله ساويرس هتصرف مليارات، كتله الجنزوري هتصرف مليارات، الكتله الاسلاميه طبعا الكتله الاسلاميه هتصرف مليارات. السفير العرابي مش هو عامل ائتلاف دلوقتي ولا مش عامل؟ السفير العرابي تحيا مصر. مش كده؟ تحيا مصر يا فندم. احنا الحزبه دي انا اتشرفت بان انا قابلت سياده اللواء موافي وقلت له احنا بنثق فيك، احنا بنثق فيك ولازم تكون في المشهد. الراجل من القرف اللي شافه ومن العك اللي شافه وكان واضح انه اصل العسكري يعني انضباط معايا حضرتك. لما شاف سوري يعني الفاظ مش عايز اقولها يعني لما شاف الحياه عامله ازاي، الحياه المدنيه والسياسيه عامله ازاي، الراجل خد جنب. لكن الحقيقه ان ما فيش اي تكتل النهارده تقدر تقول عليه تكتل حقيقي بالمعنى السياسي، انما كل التكتلات اللي على ارض الواقع النهارده تكتلات ماليه يعني وليست تكتلات سياسيه. هنخوض الانتخابات منفردين طبعا بعيد عن ائتلاف بعيد وهنبقى فردي هنشتغل فردي مش قوي مش هشتغل. طيب واغلب مرشحينا طبعا من الشباب. احنا بنشتغل بفكر تاني يعوض الجانب المالي شويه. يعني احنا خلال المرحله اللي احنا فيها دي احنا بندعم الشباب في المحافظات، الشباب بتوعنا في المحافظات بشكل كبير من خلال الاسلوب اللي احنا نفهمه. بنراهن مثلا في الجنوب على جامعه جنوب الوادي وبعض العائلات اللي لينا صله بهم قويه، لكن بنراهن على جامعه جنوب الوادي. النهارده الصعيد ما بقاش زي زمان، ما بقاش بتتلم البطاقات وكلها بتروح. الشباب النهارده بقى ليهم راي ويمكن سياده اللواء يؤيدني في ده. لا الشباب حتى في الجنوب اللي هو كان عصبيه وكذا وكذا، لا الشباب النهارده ليه راي واحنا بنشتغل عليه بشكل كويس. مجدي بيه لازم الانتخابات عشان تنجح ولا لازم انتخابات؟ انا شخصيا مش داخل الانتخاب، مش هاخد الانتخابات انا شخصيا يعني. اتفضل. نزل الشباب طبعا بلا شك. ما انا واحد من الشباب، انا مش راجل كبير يعني اكيد بدون دعم مادي زي الكبير يبقى انت بتحرق الشباب. لا ما في دعم مادي بس في حاجات حضرتك حضرتك ممكن تعملها وحد من جيل تاني ممكن يعملها. جميل. انت ممكن تختصر التكلفه مثلا 75% نتيجه فكر ونتيجه تحرك على الارض والى اخره. هو ده اللي احنا بنمارسه. يعني احنا دلوقتي بنشغالين في الفتره اللي فاتت دي على المطبوعات بشكل كبير جدا، على المقابلات، على الندوات بشكل كبير، لكن في المرحله الاخيره من الانتخابات هنبقى بثقلنا تماما يعني. تمام.